أشرف حكيمي أكثر من 4000 دقيقة هذا الموسم، سجل 7 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة، الجناح الطائر الذي لا يخشى أحدا. أشرف حكيمي واحد من اللاعبين العرب القلائل الذين فازوا بالتشامبيونز ليج. تفضل فاز بها مع ريال مدريد. أنا أشرف حكيمي بالهدف اللي سجله مام ديزيري دوي مركز زوج، أنا أفضل لاعب اليوم نعطيه الحكيمي. نعم. حكيمي المقابلات كاع اللي يديرهم كاع متشابهه ودائما يسجلوا لي من تمريره حاسمه، وراهم من احسن الاظهره في العالم حكيمي، ويستاهل تكون عنده اشاده. وزيدهم ولويس انريكي حوله الى لاعب شامل دفاعا وهجوما، لانه كان ضعيف شويه من الناحيه الدفاعيه، يهاجم اكثر مما يدافع. محمد لويس انريكي اليوم غير كاع المنظومه تاع بي اس جي، والثقه اللي عطاها للاعبين هم يردوها له فوق الميدان، وزيد اللاعبين كاع في مستوى عالي، ما كاش ديشي كاع ديسيبليني تاكتيكمون. وزيدون بلوس كيما قال لك ميدو مقبلات كي بدات الحصه كاع يجريو كاع يدافعوا. في حديث عن امكانيه انتقال حكيمي الى مانشستر سيتي. حكيمي يقدر يلعب في اي نادي كان، لكن مع الخليفي محمد ما نظنش راح يخليه يروح. حتى الان طموحات نادي فريق بي اس جي راح تزيد تكبر. هناك كاس العالم للانديه، نقدر نقول لك من بين الفرق اللي تكون مرشحه انها تكون في النهائي هي وبرشلونه وريال مدريد. لو برشلونه ما يشاركش في كاس العالم للانديه، ريال مدريد وليفربول كلهم هادو محمد. نشوف باللي ان من بين المرشحين الاوائل هي بي اس جي. فوزي قال لي البي اس جي هو اقوى مرشح للتتويج بكاس العالم للانديه، لماذا فوزي؟ انا كي نشوف ماشي على المقابلات اليوم، كي نشوف كيفاش بي اس جي يطوميني لي زادفيرسير ديالو وما عندوش نقص في اللعب، ما يخافش. مع لويس انريكي جاب لهم مالغري كيما قال بن شابي المقبلات راهم منظمين في تلك الخطوط، باسكو بي اس جي ماشي غير غارديان بيوت ولا بي اس جي في لي طروالين في لي كومبارتيمون كاع متوازنين، وزيد الخطورات تجي من اي جهه تقدر تجيك خطوره. رغم انك مناصر لريال مدريد الا انك ترشح للبي اس جي. انا نحب ريال مدريد، ممكن يكون اسوء سنه في ريال مدريد نقول الحقيقه. نعم. انا نحب مدريد ما نحبش البي اس جي، بصح بي اس جي كيكونوا ملاح نقول لك بي اس جي ملاح اقوى منهم. بصح هذا شيء اخر. يقدر يطيحوا ريال مدريد مع البي اس جي في كاس العالم للانديه، يفوز الريال. ولكن الحقيقه حتى لو يفوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان، الحقيقه انه هذا الموسم باريس سان جيرمان اقوى بكثير من ريال مدريد، لان ما نقيسوش قوة الفريق على مباراة واحدة، قيسها على موسم ككل. ميدو تحدث عن باركولا، هذا الإعصار الهجومي الذي يجمع بين السرعة، المهارة، الفنيات، الدقة، الاختراق، كل شيء موجود في هذا الولد الصغير. 22 سنة. وما ذلك احتياطي في الفترة الأخيرة لديزيري دوي. نعم. انه كفاراتسخيليا ودامبيلي يلعبوا كاساسيين. نعم. فوق العاده، رغم ذلك كل الامكانيات اللي يملكها باركولا، الا انه يلعب كاساسي، يلعب كاحتياطي لديزيري دوي. هو ايضا دولي فرنسي، العديد من المشاركات، لعب الاورو الاخير مع المنتخب الفرنسي. انا نعرف واحد سي ان اجون فيفا فرانكو الجيرو تونيزيان، يعني فرنسي مواليد فرنسا، الجيرو تونيزيان، لعب كره قدم في مولد باريس. هو كان في لا جينيراسيون تاع ماتويدي، لعب في كره قدم في الضاحيه الباريسيه. قال لي ميدو باش تدخل بور انتيغري ان سونتر دو فورماسيون في باري il faut être super doué باش تقدر تلحق تدخل مركز تكوين. اليوم كون في او نو تكوين مراكز التكوين في فرنسا بالنسبه للانديه مراكز كبيره. لا برودكسيون عندهم فايته 2,5 مليون دو ليسونس دو جوار في لو مون في فرنسا برك. لي ليسونس من سينيور لي جا 2,5 مليون دو ليسونس، سي ان شيفر انورم. وهكذا راهم يمدوا لاعبين للمنتخبات الافريقيه ومازالوا. نعم. ولي شوفال دو كورس يديوهم هما طبعا البير برودوي تاعهم. طبعا نريد ان نتحدث ايضا عن عثمان ديمبيلي. حسين، هذا اللاعب منذ أن عرف معنى كلمة الجدية والانضباط في العمل تحول إلى لاعب آخر. هذا اللاعب الذي فعل كل شيء هذا الموسم، خاصة في الشطر الثاني، تألق بشكل لافت مع البي اس جي. لم يكن يفعل هذا مع برشلونة. كان يسمى بلاعب الساندويتشات، اللاعب الذي يسهر كثيرا، اللاعب الذي يأتي متأخرا، اللاعب الذي لا يطبق التعليمات، اللاعب الذي لا يلتزم بالتكتيكات.